بالسادة المشاهدين. أحمد طنيش مترشح على عماد التضامن ولاية أريانا. أنا مترشح بفضلكم ترشحت للدور الثاني بفضل تصويتكم ليا، وعندي برشا برامج إن شاء الله كيف ما وعدتكم أنا باش نقوم بهم. ما زلت أنا عند وعدي ونحاول باش نكون ندافع عليهم، اللي هما السهر على إعادة الثقة بين المواطن والإدارة، الحرص على تطوير مرافق الحياة، مزيد العناية بالبيئة، تطوير المنظومة الصحية. وبالطبيعة ندعو أنا قبل كل شيء الشباب اللي هو كان فيه عزوف تام وكبير برشا لاحظناه في كامل أنحاء الجمهورية في الانتخابات هذيا، اللي هو لازم يكون يبني مستقبله بنفسه وما يخلي حتى واحد يقرر مصيره ويختار له طريق حياته ويسطره وحده. ندعوه أنا باش يجي كثافة يدزوا معايا أنا في الدور الثاني باش نكونوا مع بعضنا ونكملوا حلمتنا، باش نفضوا مع بعضنا مشاكل النقل اللي هو مشاكل كبيرة في حومتنا في حي التضامن بصفة خاصة نظرا للكثافة السكانية. وبالطبيعة باش نحاولوا نحن ندمجوا معنا ذوي الإعاقة في الدورة الاقتصادية اللي هم جزء منا وما نجموش نقول عليهم ذوي إعاقة على خاطرهم هما نقولوا ذوي احتياجات خاصة. وبالطبيعة ما ننساوش دعم الرياضة في الجهة اللي تضامن خرجت برشا أبطال، نذكر منهم على سبيل المثال غفران بالخير وعدة أبطال أخرين ما نحاولش باش نعددهم من الشباب باش ما ننسى حتى حد. وعلى ذاك أنا ندعوكم وندعو على رأس عماد التضامن اللي هما ولاد حومتي واللي بفضلهم تم ترشحهم للمرور للدور الثاني، هذا كل بفضل ثقتهم ووقفتهم معايا، وإن شاء الله تتجدد ثقتهم ونواصلوا حلمتنا مع بعضنا اللي هي ماهيش حلمتي وحدي.